السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطلع فيديو جديد مع حضراتكم النهارده بالنسبة اللي حصل امبارح. ما قدرتش اطلع مع حضراتكم بالنسبة اللي حصل منتخب مصر. هو كان يوم عقيم معايا من البداية. ليه كان يوم عقيم معايا من البداية؟ أولا منتخب مصر اتعادل 2-2 مع موزمبيق، تمام؟ ومنتخب مصر بعد كده برشلونة تخسر من ريال مدريد 4-1. صدمة أول 10 دقايق 2-0. فينيسيوس جاي يفوق علينا احنا. ضيف النهارده عزيز عليا جدا اكتر من اخ. ماشي، قبل ما نبدا الفيديو دعموني بلايك وسبسكرايب وشير، وتعالوا نستقبل الضيف العزيز عليا دوت وهنرجع لكم. رجعت مع حضراتكم تاني. قبل ما نخش في التفاصيل اللي انا عايز اخش فيها والاخبار اللي عايزين نخش فيها، نرحب بالضيف اللي موجود معانا النهارده. ازيك يا نجم؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه يا نجم؟ الحمد لله. ايه رايك يا كابتن امبارح في اداء المنتخب؟ والله هو الاداء زعلنا جامد امبارح. كنا بنستنى اداء احسن من كده بكتير. تمام. بس يعني الحمد لله خدنا نقطة من الماتش احسن من الخسارة، ولعله خير. يعني احنا كل بطولة يعني بنبدأ بيها بأداء مش كويس. ان شاء الله نوصل للنهائي وناخدها يعني ان شاء الله. والله يا نجم نتمنى من ربنا ان يعني دي تبقى بدايه، بس كده بدايه يعني مش مبشره لينا، بس نتمنى جعله خير زي ما انت بتقول يا نجم. نتمنى من ربنا باذن الله ربنا يكرمنا كده في مباراه يوم الخميس ان شاء الله باذن الله، وهي دي بقى تبقى البدايه الحقيقيه بتاعتنا من يوم الخميس باذن الله. ان شاء الله. منتخب غانا كده كده على العموم يعني مش اجمد حاجة عكس منتخب غانا اللي في السنين اللي فاتت. لسه يعني جيل بيسلم جيل، وهما مش في احسن حاجه. وزي ما احنا شفنا مباراته مع الراس الاخضر، كان ماتش خلص 2-1 للراس الاخضر. فيعني ان شاء الله. بس المشكله اللي هيصعب الماتش اللي احنا ما ريحناش نفسنا من الماتش الاول. يعني لو كنا كسبنا ان شاء الله موزمبيق كان زمان دلوقتي بنلعب ماتش غانا بنبقى مستريحين. دلوقتي غانا ما قدمهاش فرصه. تمام. الريال لازم تكسبنا عشان تصعد برضو. فان شاء الله خير، يعني متفائل ان شاء الله بالماتش الجاي. ان شاء الله نقدم اداء كويس. يجعله خير يا نجم، وان شاء الله نتمنى منتخبنا برضه هندعم منتخب مصر لاخر دقيقه ان شاء الله وربنا يكرمه. طبعا محدش يحمل حد على اللعيبه اي حاجه، بس دي يجعله خير باذن الله. من المباراه القادمه هتبقى هي دي الانطلاقه الحقيقيه بتاعتنا. تمام. نخش يا كابتن محمد. انت كنت تتمنى امبارح التشكيله لمنتخب مصر بالاداء اللي احنا شفناه امبارح، كنت تتمنى مين ابتداء من الكابتن محمد الشناوي؟ طبعا الشناوي زي ما هو. تمام، لا خلاف عليه ده نجم. تمام. من اليمين للشمال كنت عمر كمال عبد الواحد مكان محمد هاني. تمام يا كابتن. مع ياسر ابراهيم مكان احمد حجازي. تمام. عشان في تساجم ما بين ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. تمام. شفنا طبعا في كاس العالم للانديه ياسر في اعظم، يعني اداؤه دلوقتي في اعظم حاجه. احسن مدافع في مصر حاليا يعتبر بعد عبد المنعم. ومعاه عبد المنعم، والناحيه الثانيه فتوح، مع انه طبعا ما بيشاركش مع الزمالك بسبب الازمه اللي فاتت. تمام. بس طبعا فتوح احسن بكتير حاليا، احسن بكتير من محمد حمدي. كان هيديك مردود هجومي اكتر من كده بكتير. وطبعا في نص الملعب كنت اتمنى مروان عطيه. تمام يا كابتن. عن النني ما بيشاركش مع ارسنال، ومروان عطيه رجع لمستواه مع الاهلي كاس العالم وبعدها السوبر كان شايلنا لوحده. تمام. ممكن حمدي فتحي، بس كنت اتمنى امام عن زيزو. هو امام عاشور صراحه العشر ده يا كابتن اللي نزل فيهم خد منتخب مصر لقدام. طبعا اول كورتين ليه استلام ومش عارف ايه والكلام ده كله كان يعني ماشي طبيعي معاك. هو الطبيعي لسه نازل ملعب فيه ضغط فيه يعني حاجه مش كويسه لينا. المفروض يعني المدير الفني بتاعنا فيتوريا كان اولا يعني ما كناش نتوقع التشكيله دي. كمل يا نجم وبعد كده اخش مع حضرتك. يعني كنا امام كان هيطلعنا بالكوره. انت شفت خط النص مفصول خالص عن خط الهجوم. مفيش حد بيطلع الكوره صح، ومفيش يعتبر في مصر دلوقتي نص ملعب احسن من امام في اللي هو يخرجك بالكوره. لا احسن لاعب تتفوق على المنافس. احسن نص ملعب 8 دلوقتي موجود. هو امام طبعا. امام، وقدام زي ما هو محمد صلاح، مصطفى، تريزيجيه. مع ان تريزيجيه الماتش ده ما كانش فايق خالص. احنا يعتبر بنعتمد عليه هو، بس هو ما كانش فايق خالص. مصطفى الله اكبر عليه، يعني كان في التوب فورم ليه الماتش اللي فات. هو اللي نقذنا من هزيمه طبعا. الحمد لله. ومحمد صلاح طبعا فيتوريا مش عارف موظفه غلط، مدخله لقلب الملعب ومخلي زيزو هو اللي ماسك طرف، مع ان على طول كنا بنلعب بنخلي زيزو هو اللي جوه شويه. وده اللي كان بيفوقنا، ومحمد صلاح ماسك الطرف، فكنا بنبقى احسن. بس يعني الحمد لله ان شاء الله ده كله يتعدي. الماتش الجاي ماتش غانا ان شاء الله. يجعله خير يا نجم، وان شاء الله نتمنى من المنتخب في ماتش غانا تبقى هي دي البدايه بتاعتنا الحقيقيه يوم الخميس باذن الله رجاله، وهنفضل وراكم لاخر دقيقه، مش زي ناس تانية وبنفضل نقطع وفي الفرقه والكلام من ده. نتمنى خير باذن الله يا كابتن. بس انا في حاجه امبارح
يعني هي دي اللي غريبه بجد بجد بجد. محمد صلاح انت تعرف مركزه امبارح كان في الملعب ايه؟ محدش كان عارف له مركز. هو المفروض محمد صلاح مع ليفربول وفي المنتخب المفروض يلعب طرف، بس هو فيتوريا امبارح محدش يعرف هو عمل ايه. دخل محمد صلاح للعمق ما كانش باين. طب انت عملت كده الشوط الاول، طب ليه في الشوط الثاني ما رجعتش محمد صلاح خليته طرف زي ما هو على طول، ما بيلعب في ليفربول كده على طول في كل حته، وبيلعب مع المنتخب كده، ليه ما رجعتلوش طرف تاني زي ما كان؟ انا مش عارف برضه فيتوريا كان بيعمل ايه امبارح صراحه. هو المشكله امبارح احنا محمد هاني على فكره اتظلم امبارح في الماتش. هتقول لي ليه محمد هاني ما كانش بيطلع ومش عارف؟ طب ما محمد هاني هيطلع. هو مين اللي كان بيدافع مع محمد هاني؟ مين اللي كان بيغطي من محمد هاني؟ هو اصلا زيزو المفروض مهمته بيلعب عشان محمد صلاح ما بيرجعش، تمام. فهو بنلعبه في نص الملعب عشان زيزو يرجع يغطي معاني. تمام. لكن الماتش بدا في اول دقيقتين جبت جون، فاللعيبه بقى فيه تكاسل جامد واستسهلوا الماتش اكتر ما هم كانوا داخلين مستسهلينه اصلا. فزيزو برده ما كانش بيرجع. شفنا حمدي فتحي في الجون اللي جه فينا. حمدي فتحي من اكتر الناس اللي بترجع تدافع وعنده وبيهاجم كويس، لكن كان في برضه تكاسل. المفروض كان يرجع يدافع مع حمدي، مع محمد حمدي مفيش كلام معاه في الجون اللي جه، لان كان في 2 عليه، فهو ما كانش عارف هيضغط ولا هيقفل ولا يعمل ايه. حمدي فتحي رجع متاخر، الكوره اتعملت عرضيه تمام. ما بين المدافعين، جون شناوي ما يسالش عليه طبعا في زاويه صعبه جدا. فالحمد لله يعني. لا وكابتن رضا عبد العال طلع امبارح يقول لك لا هي غلطه الشناوي. طب هو غلطه الشناوي، انا عايز افهم بس حاجه. امبارح الكابتن رضا عبد العال ليه احترامه ولكل حاجه. الكابتن رضا عبد العال كلاعب لا كتاريخ ما حدش يقدر يختلف عن حاجه زي كده، تمام. كمحلل مفيش والله بما يرضي الله فعلا مفيش، تمام. هو امام جاب الخلاص، هو قال لك هو هجاص هي بقى خلاص. هو دي حقيقه والله العظيم، هو فعلا هجاص. دلوقتي محمد الشناوي دلوقتي اللاعب عمل العرضيه، تمام. طلع من ما بين عبد المنعم وما بين احمد حجازي، أيوة. ولعب الكوره بدماغه محطوطه في زاويه صعبه. محمد الشناوي اترمى عليها يا كابتن هو لمسها مستحيل، لمسها صعب. يقول لك لا ده لو اي حارس تاني كان جابها، يعني بيخترع كوره. معروف محمد الشناوي من احسن الحراس في افريقيا، اذا لو ما كانش احسنهم في افريقيا بالظبط. يعني هيجيبها فين؟ الكوره صعبه جدا فعلا، الكوره مركونه في زاويه وجامده. الشناوي عمل عليها، حاول معاها، خدت ايده ودخلت، فالكوره صعبه صراحه. لا يا كابتن كمان يعني انت اللي يضايقك اللي الجولين جايين. يعني خلينا مثلا نبتدي مثلا من الاول كده. دلوقتي احنا في اول دقيقتين جبنا جون، قلنا خلاص ده منتخب مصر هيكتسح موزمبيق دي وهيجيب له مثلا على الاقل 3 4 اجوال تريح. الانطلاقه اللي حصلت في بدايه المباراه غير مثلا ما في الشوط الثاني في دقيقتين يجي فينا جونين، ولا في 3 دقايق يجي فينا جونين وغلطتين. يعني الاجوان كلها غلطات، هو ده اللي يضايق. احمد حجازي يا كابتن الجون الثاني ايوه انفراد يعتبر انفراد من نص الملعب. حجازي باع نفسه على طول، الزحلق. انا مش عارف والله لوم على حجازي ولا لوم على فيتوريا. اللي هو حجازي عامه راجع من اصابه جامده، وشفناه في ماتش الاهلي والاتحاد ما كانش مقدم خالص. لا كانت نقطه ضعف على فكره. فانت ليه ما تبداش بياسر اللي هو دلوقتي واصل لفورمه عاليه قوي، هيبقى في تساجم جامد قوي ما بينه وما بين عبد المنعم عشان بيلعبوا مع بعض في الاهلي. ليه ما تبداش بيه؟ اتمنى ان هو يبدا بيه في ماتش غانا ان شاء الله، هنشوف اداء احسن ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. نتمنى منتخبنا باذن الله كده يوم الخميس الجاي الرجاله كده تبقى بدايه جديده علينا باذن الله، وهي دي تبقى البدايه اللي بجد اللي كنا نتمناها عشان ناخد التامنه. مش طالع مثلا في الاعلان يقول لك عشان نغير، ومرموش طالع اللي بياكل بصمات بالشاي والكلام ده، غير الفرجه والحاجه تقول له اصل انا ضعيفه في الرياضه. نتمنى لمنتخبنا كل خير باذن الله، وما نطولش على حضراتكم. الف شكر لحضرتك يا كابتن محمد، ونورتنا والله. ربنا يخليك. طبعا الف شكر لحضراتكم، دعمونا بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه